هذه مشاهد حقيقية لجريمة اغتيال غريس ميلان. في هذه الأحداث قام المتهم جيسي باصطحاب المجني عليها غريس إلى أحد المطاعم، وخلال ذلك أرسلت غريس رسالة نصية إلى إحدى صديقاتها المقربات تخبرها بأنها تقضي موعدا غراميا مع صديقها الجديد جيسي. وبعد تناول العشاء اصطحب المتهم الضحية إلى فندق سيتي لايف لقضاء الليلة معها، وفي تلك الأثناء كانت كاميرات المراقبة ترصد جميع تحركاته دون أن يشعر، وبعد ذلك لم يشاهد أحد غريس وهي تغادر الفندق. البنت اللي في الصورة دي اسمها غريس ميلان، كان عندها 21 سنة، اتخرجت من الجامعة وكانت فرحانة إن حياتها الحقيقية أخيراً هتبتدي. وكريس كانت شايفة إن العالم ده كبير جداً وإن لسه قدامها بلاد كتيرة نفسها إنها تزورها وتشوفها، وأحلام كتير في حياتها كان نفسها إنها تحققها، وعلشان كده قررت إنها تعمل حاجة ناس كتير نفسها إنها تعملها. وساعتها قررت إنها تسافر لوحدها رحلة طويلة تلف بيها العالم قبل ما ترجع لبلدها وتبدأ حياتها العملية. بس كريس ما كانتش تعرف إن رحلتها دي هتنتهي بحاجة محدش كان يتخيلها، ولا كانت تعرف جريس إن الشخص اللي هتقابله في حياتها هو آخر شخص هتشوفه. والأغرب إن الشخص ده بعد ما قتلها بساعات قليلة كان بيتصرف وكأن مفيش أي حاجة حصلت، كان بيمشي في الشارع وبيتكلم مع الناس وبيحاول إنه يعمل علاقات جديدة مع بنات جديدة في الوقت اللي كانت فيه جثة جريس موجودة جوه شنطة سفر كبيرة مستخبية بعيد عن عيون الناس. والقصة دي عزيزي المشاهد هزت نيوزيلندا كلها وصداها وصل لبريطانيا وبعدها العالم كله. قضية لحد النهاردة ناس كتير بتعتبرها من أبشع جرائم المواعدة الإلكترونية اللي حصلت في السنين الأخيرة، وده لأن القاتل حاول إنه يقنع الشرطة والمحكمة والناس كلها إن اللي حصل كان مجرد حادثة وإن جريس ماتت بالصدفة. بس الأدلة كانت بتحكي قصة مختلفة، قصة مليانة كذب وتلاعب وتمثيل وأسرار اتكشفت واحدة واحدة، وده لحد ما الحقيقة ظهرت كاملة. النهاردة هناخدكم ونرجع سنة 2018 ونشوف إزاي رحلة ابتدت بابتسامة وانتهت بجريمة، ودي القصة الكاملة لقضية غريس ميلان. سنة 2008 وفي مدينة صغيرة اسمها ويكفورد ومنقطعة أكسس البريطانية كانت عايشة فيها بنت اسمها غريس ميلان، بنت محبوبة من أهلها وأصحابها، وكان عندها شغف كبير بالسفر وحلم إنها تكتشف العالم، وده كان حلمها من سنين، إنها بعد ما تتخرج من الجامعة تلف العالم كله وتعيش فيها مغامرة عمرها. في نص سنة 2018 غريس اتخرجت من الجامعة بعد ما درست التسويق والإعلان، وفي الوقت اللي كان أغلب زمايلها بيدوروا على شغل لسه كانت بتحضر شنطتها علشان تسافر ومخططة الرحلة إنها تزور فيها أكتر من دولة. وأهلها طبعا كانوا قلقانين عليها بس في نفس الوقت كانوا فخورين بيها وكانوا شايفين إن غريس ناضجة ومسؤولة عن نفسها وقادرة إنها تعتمد على نفسها. ومع نهاية السنة بدأت رحلتها وغريس سافرت لأمريكا الجنوبية وزارت أماكن كتير في بيرو وتشيلي، وكانت كل فترة بتبعت صور ورسائل لأهلها علشان تطمنهم عليها، وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما وصلت لمحطتها الأخيرة تقريبا، وتحديدا 20 نوفمبر سنة 2018 غريس وصلت نيوزيلندا وكان المفروض إنها تقضي هناك أسبوعين قبل ما تكمل رحلتها. وفي الأيام الأولى لفت وشافت أماكن سياحية كتير هناك، وبعدها وصلت لمدينة أوكلاند أكبر مدينة في نيوزيلندا، وهنا بدأت آخر 48 ساعة في حياتها، وده لأن غريس ما كانتش تعرف إن في حد مستني ضحية جديدة. وفي الوقت ده بنكون وصلنا ل1 ديسمبر 2018 واليوم ده كان قبل عيد ميلاد غريس بيوم واحد. وغريس في اليوم ده كانت نازلة تتمشى في شوارع مدينة أوكلاند لأنها مدينة جميلة ومليانة بالسياح، ومحدش كان يتوقع إن أكبر جريمة قتل تحصل في نيوزيلندا هتبدأ هناك. وفي الوقت ده غريس كانت بتستخدم تطبيق تندر، وزي ملايين الناس حوالين العالم كانت بتحاول إنها تتعرف على ناس جديدة. وهنا ظهر شخص اسمه جيمي، شاب عنده 26 سنة، شاب عادي جدا ملامحه طبيعية وطريقة كلامه هادية ومفيش أي مظاهر عليه تخلي غريس تشك فيه. وبعد شوية كلام ورسائل اتفقوا إن هم يتقابلوا مع بعض، وساعتها غريس كانت متحمسة جدا لدرجة إنها بعتت رسالة لأقرب صاحبة ليها بتحكي لها فيها عن صاحبها الجديد وبتقول لها إنها قابلته وإنه لطيف جدا معاها. بس الحقيقة إن دي آخر رسالة غريس بعتتها في حياتها. وفي الوقت ده الساعة كانت قرب المغرب، وساعتها الكاميرات صورت غريس وهي ماشية مع جيسي، وساعتها دخلوا أكتر من مكان وقعدوا يتكلموا ويشربوا ويضحكوا، وكل اللي بيشوفهم بيفتكرهم ولد وبنت خارجين في ميعاد مع بعض. بس اللي الكاميرا ما كانتش قادرة إنها تصوره هو اللي كان بيدور في دماغ جيسي. وبعد ساعات من الخروج الكاميرات صورتهم وهم داخلين فندق اسمه سيتي لايف، وغريس دخلت الفندق برجليها وكانت بتضحك، وساعتها كانت فاكرة إنها هتقضي ليلة مع حبيبها الجديد وما كانتش تعرف إنها مش هتخرج من الفندق ده أبدا.
والحقيقة الكاملة إن محدش يعرف إيه اللي دار في الأوضة ما بين جريس وجيسي، لأن ببساطة ما كانش فيه أي حد تاني موجود معاهم. وفي الليلة دي انتهت حياة بنت كانت المفروض هتحتفل بعيد ميلادها بعد ساعات، بس اللي عرفته المحكمة بعد كده إن جريس ماتت بسبب ضغط شديد على الرقبة، مش نتيجة حادث عرضي زي ما جيسي حاول إن هو يقنع الناس والمحكمة. والتصرف اللي كشف كل حاجة، لو اللي حصل فعلا كان حادثة شبه اللي قاله جيسي، كان من الطبيعي إن هو يطلب الإسعاف او يتصل بالشرطه او يحاول حتى ان هو ينقذها. بس جيسي عمل العكس تماما، وبمجرد ما اتاكد ان جيسي ماتت بدا يفكر في نفسه ازاي يهرب وازاي يخفي الادله وفي نفس الوقت يبعد الشبهات عنه تماما. وهنا بدات سلسله من التصرفات الغريبه. تاني يوم جيسي راح اشترى شنطه سفر كبيره جدا، وبعدها اجر عربيه، وساعتها بدا انه يفكر ازاي يتخلص من الجثه، وكأن اللي ماتت دي مشكله محتاج ان هو يتخلص منها، لغايه لما بنوصل لتاريخ 2 ديسمبر. وفي الوقت ده اهل جريس كانوا قلقانين عليها جدا، لأن في اليوم ده كان عيد ميلادها، وكانوا مستنيين إن هم يعيدوا عليها وإنها تكلمهم. بس الغريب إن في اليوم ده مفيش أي حاجة وصلت منها، لا رسايل لا مكالمات لا أي حاجة. بس في البداية خمنوا إنها ممكن تكون مشغولة أو بتحتفل بعيد ميلادها، بس اليوم بيكون خلص ومفيش أي رسالة أو رد جه منها. وهنا بس بدأ القلق الحقيقي، وده لأن جريس عمرها ما كانت بتختفي بالشكل ده، وعمرها ما كانت بتقطع التواصل مع أهلها. ولما القلق زاد بدأ أهل جريس إنهم يدوروا عليها. بس في نفس الوقت ده جيسي كان عايش حياته ولا كأن حاجة حصلت، كان بيخرج وبيتحرك وبيقابل وبيتعرف على بنات جديدة، لدرجة إن الكاميرات صورته وهو خارج مع بنت تانية. تخيلوا إن جثة جريس كانت لسه موجودة وهو راح يقابل واحدة تانية، وكأنه ما عملش أي حاجة خالص. وبعد أيام من الاختفاء الشرطة بدأت إنها تدور على جريس، وبدأت الشرطة إنها تتتبع الكاميرات والتليفون. والغريب إن كل اللي حصل مع جريس كاميرات المراقبة كانت بتصوره، وهسيبكم مع مشاهد طبيعية كانت بتصورها كاميرات المراقبة فعلا، المشاهد حقيقية فركزوا فيها. هذه مشاهد حقيقية لجريمة اغتيال غريس ميلان. في هذه الأحداث قام المتهم جيسي باصطحاب المجني عليها غريس إلى أحد المطاعم، وخلال ذلك أرسلت غريس رسالة نصية إلى إحدى صديقاتها المقربات تخبرها بأنها تقضي موعدا غراميا مع صديقها الجديد جيسي. وبعد تناول العشاء اصطحب المتهم الضحية إلى فندق سيتي لايف لقضاء الليلة معها، وفي تلك الأثناء كانت كاميرات المراقبة ترصد جميع تحركاته دون أن يشعر. وبعد ذلك لم يشاهد أحد غريس وهي تغادر الفندق، لكن كاميرات المراقبة التقطت جيسي وهو يغادر الفندق بمفرده، بينما كانت غريس في تلك اللحظة ترقد داخل غرفتها وقد فارقت الحياة. وبعد ساعات من وقوع الجريمة التقطت كاميرات المراقبة جيسي وهو يشتري معدات تهدف إلى إخفاء آثار الجريمة، فقد اشترى حقيبة سفر كبيرة الحجم لإخفاء الجثة بداخلها، وبعدها استأجر سيارة ثم عاد بها إلى الفندق. وفي هذه اللقطات كان جثة غريس داخل حقيبة السفر، بينما يظهر جيسي وهو يخرج بالحقيبة من باب الفندق ثم يتجه إلى السيارة التي استأجرها في محاولة لإخفاء الجثة إلى الأبد. وبعد ما الشرطة فحصت الكاميرات وشافوا كل حاجة، كل الأدلة كانت متوجهة لشخص واحد بعينه وهو جيسي. وقدر المحققين بعد الضغط إن هم يوصلوا للمكان اللي مدفونة فيه جثة جريس. كان مكان هادي جدا وبعيد عن الناس. وبعد ما بدأوا إن هم يحفروا كانت المفاجأة وهم إنهم لاقوا جثة جريس محطوطة في شنطة ومدفونة تحت الأرض. وفي الوقت ده القضية اتحولت من قضية اختفاء بنت عادية لقضية قتل. وبعد ما الشرطة قدرت إنها تقبض على جيسي، بدأ جيسي أثناء التحقيق إنه يحور عليهم ويقول لهم روايات مختلفة، وكل شوية كان بيطلع بقصة شكل. مرة قال إن اللي حصل كان مجرد حادثة، ومرة يقول إن ما كانش يقصد إن هو يقتلها. بس الأدلة كانت أقوى من أي كلام كان بيقول. الكاميرات كانت موجودة في كل حتة وسجلت كل لحظة، لدرجة إن تحركات جيسي بعد الجريمة كانت متسجلة لحظة بلحظة، وده اللي رسم صورة مختلفة جدا عن الأقوال اللي كان بيقولها. ولما بدأت المحاكمة القضية كانت شغلة الرأي العام كله، وكل يوم الصحافة كانت بتنقل التفاصيل، وكان كل يوم بيظهر دليل جديد. وعيلة جريس كل ده كانت بتحضره، وكانوا بيسمعوا تفاصيل مؤلمة عن موت بنتهم، بس في نفس الوقت كانوا عايزين يعرفوا الحقيقة. وأثناء المحاكمة النيابة عرضت الأدلة كلها، ودفاع المتهم كان بيحاول يقنع المحكمة إن اللي حصل كان مجرد حادثة. بس مع وجود الأدلة والكاميرات رواية الدفاع بدأت إنها تنهار تماما، لغاية لما وصلنا بالقضية للحظة الحاسمة نوفمبر 2019. وساعتها المحكمة اتهمت جيسي بقتل غريس ميلان مع سبق الإصرار والترصد. وساعتها عائلة غريس حست إن القانون أنصفهم، بس الألم اللي حسوا بيه ساعة ما فقدوا بنتهم عمره ما راح،
لان مفيش اي حكم في الدنيا هيقدر ان هم يرجع لهم بنتهم تاني، والمحكمه اصدرت حكمها على جيسي بالسجن لمده 17 سنه، وبالشكل ده القضيه انتهت قضائيا. بس اللي حصل هيفضل ذكرى موجوده في ذاكره ناس كتير، لان جريس ما كانتش مجرمه ولا كانت بتعمل حاجه غلط، كانت مجرد بنت صغيره حلمها انها تشوف العالم كله، وانها خرجت في ميعاد كانت فاكره من خلاله انها هتتعرف على شاب جديد، بس للاسف انها ما كانتش تعرف ان الميعاد ده هيكون اخر ميعاد في حياتها. اللي انا عايز اقوله ان احيانا يا جماعه ان اخطر الناس شكلهم ما بيكونش مرعب، وان احيانا ان اخطر شخص بيبان شكله انه طبيعي جدا لدرجه انك ممكن ما تشكش فيه ابدا. ولو عجبتك القصه ما تنساش انك تعمل اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق، ويا ريت تعملوا لايكات على الفيديو لانه بيساعد في انتشار المحتوى اللي بقدمه. واشوفكم في قضيه جديده. سلام.